دي الكور النارية اللي كانوا بتحدف من فوق من البلطجية اللي كانوا بيحدفوا فيها بودرة مثيرة للدموع. دي بودرة مثيرة للدموع. بودرة مثيرة للدموع كانت معاهم، كانوا بيحدفوها علينا ويولعوا فيها. ودي بطايق الناس اللي كانوا مشتركين في امور. ودي الناس دي موجودة مع الحربية، موجودة مع الحربية، تم تسليمهم للحربية، بطايقهم الشخصية الخاصية. عليكنا واحد دلوقتي بلطجي، عليكنا واحد بلطجي ودخلناه جوه المستشفى. انت عارفينه؟ انا هنزله على النت. انا مش دي كانت الأسلحة والبطايق بتوع البلطجية اللي كانوا موجودين، واتضح ان هي معظمها من رجال حزب وطني من امن الدولة ومن الشرطة. المظاهرة هنا على فكرة بتزيد اكتر واكتر. في ناس مش عارفه الحقيقه اللي حصل في بيوت ناس، في ناس مش عارفين الحقيقه ايه اللي حصل. ايه اللي حصل امبارح؟ اللي حصل هنا؟ اللي حصل اللي حصل امبارح اثناء المعارك اللي حصلت امبارح، في ناس بتقول ان بعد بيان الرئيس المتظاهرين انقسموا على نفسهم في حصة المعارك اللي حصلت دلوقتي. لا مش المتظاهرين ما انقسموش على بعضهم، هو اللي حصل ان النظام طلع بعض الناس او استغل تعاطف بعض الناس من الناس العاديه، طلعوا بمظاهرات بسيطه ما تعدوش ال 100 ل 50، ولكن اللي حصل ان من بعد الساعه 2 جت بلطجيه جامده جدا عند مدخل التحرير. انت مع عبد المنعم اليوم بيقول لك ان كان في ناس هنا مسلحين ومظاهره سلميه. لا مش حقيقي. لا ما كانش في اول الناس موجوده يعني. الناس موجوده في اللجان اللي هنا دي لو شبك واحد بس لو في ايده اي حاجه مقص صغير الصافه في ناس رصاص الحي بالليل ضربوا رصاص حي من بعد الساعه 12 كان ده رصاص حي طبيعي على الاقل خالص. الاسعاف انتهى حوالي 6 مرات في مكان عبد المنعم رياض، عملوا علينا رموا علينا المولوتوف. اول ما رموا المولوتوف هم اللي وانت داخل حضرتك تعرف كم نقطه هتشوف. في حوالي 3. لو انت معاك مقص صغير انا قلت كده هيبقى حالك زي حال الراجل على اساس خلاص هيعتبروك انت جاي لهم. احنا بالليل قبضنا على بلطجيه، طلعوا امناء شرطه، طلع رائد امن دوله، طلع واحد في المباحث، طلع ناس كتير قوي من اعضاء الحزب الوطني الدستوري. والخدمات موجوده والاحواض موجوده. خدنا الناس مستكنين مرميين هنا، هم خدنا عربيه مرسيدس في مدينه اسكندريه. طب هم بيقولوا دلوقتي معظم وسائل الاعلام المصريه بتقول ان بعد خطاب الرئيس الناس كلها مشيت، واللي بقى الاحزاب السياسيه والاخوان ووزع البرادعي. انت النهارده شايف الحال ده، هو ده الحال الموجود. قال الخطاب نفس الثوره هيطلع يقول حاجه يريح الناس، لكن برضه الاعصار كأبش يا اخي ريح الناس، ريح الناس، حرام عليك الدم اللي هيموت. الرابط الشبابي كبير جدا، عدم الانتماءات السياسيه كبيره جدا، الغالبيه العظمى في عدم الانتماءات السياسيه. بص على وجوه البشر الموجودين ايه البهرجان اللي موجود ده مش ده حد، ده شباب قاعدين في ناس بتقول ما دام هو بقى قال ان هو ماشي ما ينفعش يسلم السلطه من يوم وليله، فليه الناس قاعده هنا في التحرير لحد دلوقتي؟ ما هو مين قال كده؟ هنقول ان هو مات صبح قالوا كده ان الله لا يرجون مات حسني مبارك. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيجي؟ مات حسني مبارك بقضاء وقدر من غير اي شيء. ايه اللي